ايدي كانت مكسوره زي ما انتم شايفين كده، فقلت اروح محل موبايلات ده يمكن اصعب عليهم ويدوني جواب للموبايل بتاعي. قلت بقى ممكن لما يشوفوا ايده مكسوره وكده اصعب عليهم وبتاع، وفي ناس كتير بتحب تعمل خير وكده. المهم رحت للراجل قلت له ازيك يا عمو، بقول لك ايه، انا دراعي اتكسر وعملت عمليه وحالتي بص يعني ما يعلم بقى الا ربنا، وما تديني جواب الموبايل بتاعي ده وربنا يكرمك ويبقى لك الجواب ده يبقى لك موبايل في الجنه. قال لي يا عم انت شايفني بزكي، يمشي يا عم توكل على الله. قلت له ايده مكسوره. مين اللي يا عم ما كلنا بنتكسر، انت بتتكلم في ايه؟ قلت له خلاص يا عم هشتري بفلوس يا عم، انت بتعاملني كده ليه؟ المهم يا جماعه قمت رايح عشان اجيب الجراب وعملت حاجه مش تتوقعوها دلوقتي. المهم قمت مطلع بس الموبايل بتاعي اتاكد عشان ما اجيبش جرابات غلط، لقيت هو جبت جراب بتاع الموبايل، قمت جايب اول جراب وقمت حاطه في الجبس زي ما انتم شايفين كده. بعد شويه قمت جايب جراب تاني وقمت حاطه في الجبس برضه زي ما انتم شايفين كده. الراجل كان ملبوخ خالص ما كانش واخد باله. المهم قمت جايب الجراب التالت وقمت حاطه في الجبس برضه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو لو كان اداني الجراب يا جماعه كده لله ما كنتش عملت كده. المهم قمت واخد الجراب وقمت رايح